السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تانية على محمد صلاح أو تالتة على محمد صلاح، تكملة أو توضيح للحلقة اللي نزلت على اليوتيوب اللي هم 20 دقيقة اللي ما نزلتش على الفيسبوك. حلو، قلت في آخر الحلقة اللي فاتت اللي هي بتنزل دلوقتي حاليا في حاجات هبقى مضطر أعملها نفسيا وعصبيا وأنا مضغوط لأجل عيون بناتي الاتنين، لأجل عيون مراتي. حلو، لأجل عيون بناتي الاتنين أول حاجة. طب ما انا كبني ادم. حلو، انا لو لوحدي، حلو، انا لو بمفردي لوحدي مش هعمل الحاجات اللي محمد صلاح عملها. حلو، انا لو لوحدي بمفردي مش هعمل الحاجات اللي محمد صلاح عملها. بمعنى ان في ناس ان هو اتشاف وهو داخل المعبد، واتشاف وهو داخل الكنيسة، واتشاف وهو داخل مش عارف هنا وهنا وهنا، وبيحتفل بالكريسماس وبيحتفل بكذا وكذا وكذا. طب ما بيجي بيحتفل برضه بالاعياد المصرية، بيحتفل برمضان وبيصوم رمضان وبيلعب مع ليفربول وهو صايم رمضان. يعني في ظل ما انت ده جنب منه بيبقى فاطر، هو بيبقى صايم. في ظل ما انت المباراة بتبقى 4:30 تخلص 6:30 لاجل عند في المصري، مش في المصريين بقى، في المسلمين هو بيبقى صايم. يعني امسك شويه في العقل، وافهم هو بيلعب فين ومحطوط فين ومكانته فين، وخلى ناس تعمل ايه لاجل ده كله. بيعمل ايه في بلده نجريج اللي هي هنا في مصر. نجريج، بص، اللي هي بلده هنا في مصر وانا من ارياف. وعمل ايه في بلده اللي هي كان بيقول لك كان بيقطع 4 ساعات ونص سفر رايح جاي من بلده للمقاولين العرب. زمان وحاليا زمان. شوف المسافة دي كلها، وكان بياكل شطة، وكان بياخد السفر قد كده، وكان بياخد مسافات، كان بيمشي مسافات طويلة. شفت له تصريح حاليا، وشفت له تصريح في حلقة من الحلقات اللي هو بيطلعها ان هو كان زمان في المقاولين العرب. كان المدرب بتاعه بيتريق على نفسه. كان بيدخل الحمام يعيط. شوف دلوقتي يا بيه اللي بتتريق على نفسه ده يشتري ناديك انت، يشتري ناديك المقاولين العرب ده، ويشتري جنب منه، يشتري المقاولين العرب، يشتري وادي دجلة، يشتري سموحة، يشتري غزل المحلة، يشتري بلدية المحلة، يشتري السويس، يشتري من تاني، يشتري نادي سبورتنج ويصعد بيه درجة أولى، ويغير اسمه يبقى نادي الشعراء الرياضي مثلا، أو يبقى نادي الصفاقسي، أو يبقى نادي بدل الشعراء يبقى نادي مين بدل الشعراء يبقى متاخد من اسم مسلسل. ممكن يبقى نادي مثلا كذا الرياضي. أنا بضرب لك مثلا، يبقى نادي الشعراء الرياضي محمد صلاح اشتراه، يبقى واخدها كفكرة من المسلسل، ويعمل نادي هنا ويريح دماغه لو اعتزل، ويخلي اللي بقى اولاده يبقوا مرتاحين فيما قدام، ويبني فرقة قوية. حلو اللي بتتريق عليه. شوف انت مرتبك كام وهو مرتبه. شوف انت فين دلوقتي وهو فين. هو بيلعب في ليفربول، وفي كلام ان جالاتا سراي عاوزه، جالاتا سراي اللي في تركيا، في كلام ان ارسنال عاوزه. فلو بص الناحية التانية هيلاقي باريس سان جيرمان عاوزه. وفي كلام ان هو رافض السعودية، رافض يروح السعودية. وفي كلام ان ياسين منصور قال انا هجيب محمد صلاح الاهلي. بس هل ده كان تصريح؟ ممكن يكون بيهزر في حلقة من الحلقات، ممكن يكون يبقى براند في 2029 ان هو يجي هنا في مصر
2 ويختم حياته، او ممكن يبقى عقده انتهى في يناير القادم او السنه الجايه وتلاقيه في الاهلي، الله اعلم. بس على كل حال لازم اداره ليفربول تفض العركه اللي بين اللي عملتها. هي كاداره ليفربول تفض العركه اللي عملتها مع محمد صلاح. انا مسميها عركه بصراحه، لان من الواضح كده ان محمد صلاح جايب اخره، لان بيقول لك في يناير، لان بيقول لك كل حاجه هتتضح بعد افريقيا. ادينا مستنيين افريقيا تيجي وتخلص وهنشوف. بصراحه انا مستني محمد صلاح بفارغ الصبر يجي يلعب هنا معانا في افريقيا، ويجي يلعبها ويسجل. مستني اول مباراه دي في افريقيا بفارغ الصبر، هتبقى رسميه في بطوله رسميه، ويسجل باذن الله 3-1، ويسجل باذن الله 3 اهداف باسم محمد صلاح هاتريك، ويرد على ارني سلوت اللي ما فهمش حاجه. شكرا جزيلا لمتابعتكم في الفيديو، وهجيب لكم استنوا مني الحلقه القادمه اللي هتنزل دلوقتي. اول مباراه لمنتخب مصر في افريقيا مع مين، وتوقيتها امتى، ويوم ايه. وشكرا جزيلا.